السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد نتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لقطكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس أمرا. دوس لايك. نبدأ أخبارنا النهاردة. المنتخب الأولمبي اللي بيستعد للأولمبياد تم استدعاء اثنين من لاعبي نادي الزمالك، محمد طارق وحسام عبد المجيد. ومن المعارين كمان من نادي الزمالك حسام اشرف واسامه فيصل. لكن تم استبعاد مين بعد ما كان بينضم على طول؟ حاتم سكر. راجع حساباتك تاني يا حاتم، راجع حساباتك قبل فوات الاوان. شد حيلك يا حاتم، حاول تاخد خبرات، بتلعب مع فريق اول لنادي الزمالك، لازم تستغل الكلام ده. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ عاوزين نبارك لاحمد زيزو. احمد زيزو اللي تم اختياره احسن لاعب في مصر من قبل دار التحرير للطباعه والنشر. عملوا احتفاليه واختاروا زيزو، وكمان هنئوا كابتن حسين لبيب اللي كان متواجد. هنئوه بفوزه برئاسه نادي الزمالك. زيزو اي مسابقه يدخلها السنه دي الحمد لله في مصر ياخد احسن لاعب يستحقها. شد حيلك كمان وكمان يا زيزو، منتظرين منك الكثير والكثير. ايه تاني بقى معانا في الاخبار؟ عايز اقول لكم برضو حكايه فتوح سريعا. النهارده المجلس هيجتمع وخلاص ويعلنوا العقوبات، يا في عقوبات يا ما فيش عقوبات، يا يتم ايقاف اللعيبه وعرضهم للبيع زي ما هو، لا، او ان هم يكملوا مع نادي الزمالك، وان الاعتذار اللي هيقدموه هيتقبل والكلام ده كله. لكن عايز اقول لك حاجه، في ناس من مجلس اداره نادي الزمالك خلاص واقفين مع اللعيبه، بيقول لك عفى الله عما سلف وفلوس وكفايه وخلاص. وفي ناس بتتدخل من خارج نادي الزمالك بتحاول تحل الموضوع. هنشوف ايه اللي هيحصل. اداره نادي الزمالك يا ترى هتعمل ايه؟ يا ترى هيتكلموا مع اللعيبه في التجديد عشان خاطر انهم يخليهم مع نادي الزمالك وما يمشوش ويجددوا وخلاص وعفى الله عما سلف، ولا هيفضلوا على رايهم؟ ننتظر الكثير اليوم من اخبار ساخنه داخل نادي الزمالك، بس يا رب تكون اخبار كويسه. عامه عايزين الاستقرار، مش عايزين اي مشاكل ابدا 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 لفرقتنا. كمان عايز اقول لك حاجه بقى، ان كابتن معتمد جمال قرر وقال ان هو عايز يلعب مباراتين وديتين خلال فتره التوقف وقبل مباراه ابو سليم الليبي يوم 26/11. تقريبا اول مباراه هتبقى يوم الاربعاء، لسه ما حددوش طرفها، وعاوزين يعملوا مباراه تانية كمان عشان يجرب فيها اللاعبين. والراجل اتكلم مع سامسون ايكينولا وقال له لازم تجتهد كمان وكمان عشان تنال ثقه الجميع، عشان الكل يعوزك والكل يركز معاك ويقول ان انت مهاجم كويس. وسامسون قابل الكلام وما شاء الله بيتدرب تدريبات خاصه كمان غير التدريبات اللي بيتدربها داخل نادي الزمالك. سامسون ايكينولا ان شاء الله يكون عند حسن ظن جمهور نادي الزمالك. وكمان بندعي بالشفاء العاجل ليوسف اوباما اللي كان عنده شد في العضله الخلفيه. ربنا يشفيه ويعافيه. وبنعيد تاني وتالت ورابع، محتاجين مدرب احمال، عندنا الاصابات كتير للاسف. طيب، عايز اقول لكم حاجه. النهارده حصلت حاجه تزعل، والله العظيم حاجه تزعل. ولو انا غلطان قولوا لي انت غلطان، لو انا متحامل قولوا لي انت متحامل وانت جاي على الناس. لا، انا بقول لك على اللي بيحصل، ولا بجيب حاجه من بيتنا ولا بخترع. لكن مين البطل؟ اول بطل او يعني مين الاول النهارده في بطوله دوري الجمهوريه 2003؟ نادي مين البطل او الاول او اللي هو التوب؟ نادي الزمالك. الحمد لله عندنا نجوم كتير، عندنا علي ياسر، عندنا محمد صلاح زكي، عندنا كمان لو جيت تتكلم عندنا كريم عبدون، عندنا كمان عبد الله محمد، عندنا علي احمد حسام ميدو، عندنا مازن، عندنا لعيبه كتير ما شاء الله. لو قعدت اعد يعني مش هكمل الحلقه معاكم يعني. وعبد الرحمن نفاد في حراسه المرمى كده يعني. المفروض ان هم يلعبوا يوم اللي هو كان يوم امبارح، خلاص بقينا امبارح، عندنا خلاص الساعه 12 بالليل داخلين على الفجر. كان المفروض يلعبوا الاتحاد السكندري يوم الاحد، يوم الاحد. طيب انا رايح العب الاتحاد السكندري في اسكندريه، هعمل ايه؟ بروح قبلها بيوم ابات في فندق، اصحى الصبح اظبط حالي واروح على الاستاد وخلاص والعب الماتش بتاعي. كابتن حسين لبيب قرر ترشيد النفقات. ترشيد النفقات يعني مش عاوزين نصرف كتير. طب نعمل ايه يا كابتن حسين؟ قال لك سافروا يوم المباراه. يبقى احنا كده وفرنا 30,000 جنيه عشان خاطر المبيت في الفندق. المبيت في الفندق باللعيبه بالجهاز الفني يتكلف تقريبا 30,000. يبقى وفرناها ووفرنا كمان منها اكل وكلام من دوت ووجبات وكلام من ده. لعيبه نادي الزمالك صحت الصبح بدري عشان تسافر اسكندريه، ركبوا راحوا مواصلات طبعا زي اي حد، خدوا باص عادي وراحوا من 3 ل 4 ساعات من القاهره لاسكندريه. راحوا مرهقين، راحوا مجهدين، والمفروض ان هم
يعني هم احسن من الاتحاد السكندري مواليد 2003. فجاه هوب الهدف الاول دخل، الهدف الثاني دخل، اللعيبه مش مركزه. ارهاق يا جماعه. ما انا مش هسافر اسكندريه في نفس اليوم والعب في نفس اليوم واكسب ازاي؟ ابقى مركز ازاي؟ ابقى ده الواحد لو سافر، خليك انت سافرت اسكندريه كده رحت لبيتكم، او من اسكندريه للقاهره او من القاهره لاسكندريه، بتخش عاوز تفرد ظهرك مش قادر. المهم الحمد لله لعبتنا ادركت الموقف ولحقوا يتعادلوا. احرز الاهداف طبعا الهدف الاول عبد الله محمد، هدف التعادل في الدقائق الاخيره لعبنا محمد صلاح زكي. وبعد كده خلصت الحكايه، خلصت الروايه، بيلعبوا ضربات جزاء. المباراه ما دام انتهت بالتعادل، في فريق بياخد نقطه والكسبان بياخد نقطتين، بدم بايه؟ بضربات جزاء. بدم بايه؟ بضربات جزاء. مفيش حاجه اسمها تعادل. لعبتنا خسرت للاسف في ضربات الجزاء، وعبد الرحمن نفاد فلتت منه كذا كره كده كان ممكن يصدها، لكن ده اللي جنيناه عشان خاطر ترشيد النفقات. هم 30000 جنيه هم المشكله كلها. صراحه حاجه تزعل. كده النادي الاهلي عنده مباراه مؤجله ومباراه كمان يعني عنده مباراتين، مباراه مؤجله ومباراه لسه هيلعب زي ما احنا لعبنا. لو كسب المباراتين هيبقى الاول. ينفع نضيع الصداره من ايدينا عشان حاجه اسمها ترشيد النفقات؟ حاجه تزعل. حد يطلع يقول لي بقى ايه؟ يا عم انت ضدهم، يا عم انت، يا عم يعني الزمالك يخسر 2003 بقى ولا 2000 وكام ايا كان السن، وتقول لي أصل انت ضدهم؟ انا مش ضد حد، بس ده ما يصحش. حوار غريب، حوار عجيب عشان 30000 جنيه. يعني معلش في الكلمه، رجال اعمال وفي ناس كده ممكن الموضوع ده 30000 دول يبقوا اصلا عزومه. مش هتكلم اكتر من كده. الناس هتتهمني ان انا بتعامل بحديه، لا ابدا والله العظيم ابدا. بس زعلت على الفريق. واسالوا وشوفوا كلامي ما فيهوش غلطه. ايه تاني بقى معانا في الاخبار وايه اللي بيحصل؟ وبخصوص المدير الفني، زي ما قلت لكم خلاص حكايه المدير الفني خلصانه حاليا. قبل دفع مستحقات اللاعبين وقبل حل ازمه القيد مفيش مدير فني اجنبي. ده الكلام اللي بيتقال داخل نادي الزمالك. وخاصه ان ايه الفلوس اللي هيدفعوها من المدير الفني يدفعوا مستحقات اللاعبين الاول. يعني الاقرب قلنا كابتن معتمد جمال هو اللي يظل متواجد كمدير فني لنادي الزمالك. كمان الخبر اللي معانا بعد كده بقى، لو سالت اي زملكاوي نفسك في مين في النادي المصري هيذكر لك برضه اتنين. اول اتنين هيتذكروا هيقول لك مروان حمدي. واحد كمان لو جيت تساله يقول لك الياس الجلاصي. تمام. مروان حمدي عمل مشكلته وتف كده وبصق وبتاع وهو خارج كان بيتغير والكلام دوت. فاداره المصري عرضه للبيع. بس اداره المصري طالبه فيه كام؟ 40 مليون جنيه. في ناس من اداره المصري بيقول لك لا اعفوا عنه وخلاص وكفايه غرامه، زي مثلا ما حصل في الزمالك كده من ناحيه الخروج من المعسكر والكلام ده بالنسبه ليوسف لاحمد فتوح. المصري طالب 40 مليون جنيه، قال لك احنا اشترينا من الزمالك 23 مليون جنيه ولازم نكسب فيه. يا ترى لو ازمه القيد بتاعتنا دي اتحلت مش نقدر نشتري مثلا مروان حمدي؟ بعدين احنا مدينهم اتنين ببلاش، احمد عيد ما تنساش واحمد ايمن منصور، كل واحد ب5 مليون. كمان الياس الجلاصي، فريق السويحلي الليبي طلب التعاقد مع الياس الجلاصي وعرض عرض على النادي المصري 700000 دولار. النادي المصري ما عندوش مانع يبيع الياس الجلاصي بمليون دولار. هل لو في صفقه تبادليه في فلوس في بتاع ما نقدرش نشتري الياس؟ المشكله كلها لما نحل ازمه القيد، وازمه القيد ما زلت بقول لو ما اتحلتش في يناير هتبقى مشكله كبيره جدا جدا والله العظيم، جدا فوق ما تتخيلوا. الخبر الاخير معانا بقى بخصوص اسوريو خلاص رافض تماما انه يتنازل عن اي مش شهر واحد من الشهور اللي ليه. هو ليه 3 شهور ما عوضهمش وليه شهرين شرط جزائي. رافض اي اسبوع حتى يشيله، ولا شهر ولا يوم ولا اسبوع. هو عاوز ال5 شهور بتوعه. اتمنى ان احنا ما ندخلش مع اسوريو في صدام محاكم عشان خاطر مستحقاته. واتمنى زي ما قالوا، عيد تاني، زي ما قالوا عيد تالت، كابتن ممدوح عباس او استاذ ممدوح عباس او المهندس ممدوح عباس قال ان هو، او في تقارير قالت ان هو اللي هيدفع فلوس اسوريو. هو هيدفع ولا مش هيدفع؟ عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.